انا من اسكندريه. جايبه الحلاوه دي منين بقى؟ يعني دي خلقه ربنا. هنعترض؟ مش هنعترض، دي خلقه ربنا. انا منين؟ يعني عيب والله السؤال ده يتسأل يعني. طيب، انا من اسكندريه، بالاخص المنظره يعني. فلو حد من اسكندريه قولوا لي انتوا منين من اسكندريه بقى. ميزان. عشان بصراحه انا لما رجعت الشغل وكده حسيت ان انا ما عنديش وقت للميديا وكده، فكنت مقرره ان انا اسيبها. بس في نفس الوقت بما اني كائن متسرع جدا جدا في قراراته، وكنت حاطه هدف من اهداف السنه ديت ان انا ما اتسرعش في قراراتي وان انا ادرس اي قرار كويس قوي قبل ما اخده. فلما درست القرار حسيت ان انا لا، مش هسيب الميديا وهكمل. وان شاء الله الفتره الجايه هتلاقيني ظاهره باكتساح. وانا مبسوطه قوي ان المسج دي جت من بنوته، لان انا عندي الاكونت اغلبيته شباب، فانا اتبسطت ان انتي كتبتي لي كومنت يعني كتبتي لي سؤال زي ده، وشكرا. لا يوجد حب في قلب ردرودة. يعني انت لما كتبت لي جامد متروق، فانا استنتجت ان انت قصدك على الفيديو اللي بتنزل تحت شعار متروق. فانت لو قصدك على ده فشكرا جدا. دي كانت اول تجربة، وكانت من احلى التجارب اللي انا مريت بيها. وان شاء الله الفترة الجاية هتلاقي حاجات كده جامدة زيها. اعمل حاجات كتير يعني. انا يومي مشغول. ما بين ان انا اصلا بكتب كونتكت للناس بيقدموا محتوى على الميديا، وبكتب لنفسي طبعا. ده بجانب ان انا اصلا ماسك انا مودريشن من البيت، بدير صفحات يعني تبع شركة. فانا ماسكه الفون 24 ساعة، بس مش ماسكاه لعب وكده، لا ماسكاه شغل. فانتوا ممكن تلاقوني اونلاين، تحسوا ان انا 24 ساعة على الموبايل وكده ما بعملش اي حاجة، بس انا ال 24 ساعة صدقوني شغل وارهاق، غير الكلية والاساينمنت بتاع الكلية، وغير المؤتمرات اللي انا بحضرها، وغير المهرجانات اللي انا بدور لها، بدور على مواعيدها واماكنها. انا بتعب قوي يا شباب. مرة واحد اتنين تلاتة اربعة. هو الفكرة ان انا موضوع اللايف بالنسبة لي الموضوع مش سهل. ليه؟ لان انا اليوم بتاعي يعتبر كله مشغول، فانا لو هفتح بالليل قوي او هكسل بصراحة يعني. بس احنا ممكن نتفق اتفاق. احنا ممكن يكون يوم الجمعة يوم اللايف بتاعنا. فقولوا لي رأيكم، اللي عنده اقتراحات تانية يقولها، ونشوف هل هيبقى يوم الجمعة لايف وكده ولا هنخليه يوم تاني. مع العلم ان احنا لو هنثبت يعني يوم الجمعة ده لايف، هيكون في المنصات كلها. يعني هنفتح لايف على الانستجرام، بعد كده على الفيس، بعد كده على اليوتيوب. هتقولوا لي هو في حد بيفتح على اليوتيوب لايف؟ هقول لكم انا غير الناس. انا عشان لسه مبتدئه على اليوتيوب، فمحتاجه ان انا اظهر كتير حتى لو مفيش متابعين. فانا محتاجه ان انا اظهر الفتره الجايه اكتر. فقولوا لي حابين يوم الجمعه ولا يوم تاني، وانا هستنى كل الرد بتاعكم. مجهزه ايه الفتره الجايه؟ هو انا بصراحه لسه في تشاور مع نفسي كده، ان انا مش عارفه الكونتكت اللي انا عايزه اكمل عليه. دي حاجه مضايقاني قوي لحد دلوقتي، لان انا محتاره ما بين كذا كونتكت كده وكلهم عاجبني. يعني هي المشكله ان كلهم عاجبني، بس ان شاء الله لحد ما اقرر ده. يعني ادوني كده على بدايه شهر 5 ان شاء الله هبقى اخدت القرار وعرفت انا هكمل معاكم بايه. انا كليه اعلام، قسم اذاعه وتلفزيون، فرقه تالتة. يعني فاضل لي سنه واتخرج. والله يا جماعه انا لو مرتبطه انتوا هتلاقوا وشي بيطلع قلوب بجد. لو حكيت موقف محرج فانا هحكي موقف محرج في الكليه، لان انا تقريبا ما اتحرجتش في حياتي قد ما انا اتحرجت في الكليه. مره كان في واحد يعني معايا في الكليه وكده، كنت كل ما اشوفه بحس ان هو بيتعصب. فكنتش فاهمه بقى، هو انت بتتعصب عشان بتشوفني ولا انت بتتعصب من ايه؟ ما يعني كنت بحس ان هو بيتعصب عشان بيشوفني انا. فمره جات لي الجراءه كده وقلت والله لا، انا اروح اكلمه. يعني هو لو بيتعصب لما بيشوفني، فانا اروح اعصبه اكتر لو انا ظلماه هعرف. فالمهم رحت ووقفت كده معاه كده، وقفت قصاده كده،
وجايه بقى ببص له ماشي، رحت لقيت نفسي ايه بضحك ضحك هستيري كده من غير اي مقدمات. فراح هو بيقول لي والله العظيم انا عارف انك هبله، رحت ضحكه اكتر، رحت اخده بعضي ومشيت. ساعتها حسيت ان انا اتحركت قوي.